الممولين الحقيقيين الدولة تدعمهم ماديا، تدعمهم في الأعلاف، تدعمهم فيها باش من خلال هذا باش تبقى السلالة، باش يبقى التكاثر تاع الأكباش الجزائرية اللي يخفى على الجميع أنها سلالة الجزائر، سلالة ولاد جلال، سلالة ممتازة جدا. وحتى من المواطن يهرب دائما الكبش المحلي، لأنها فيه بعض الناس اللي يفضل أنه يقتني كبش محلي على كبش مستورد. ولكن القضية في حد ذاتها المشكل ليس في الموال وإنما في الناس اللي تدخل للسوق. الموال يجيب السلعة تاعو ويجوا ناس يشريوا عليه اونغرو، يشريوا عليه اللي جابهم مكل، قال جيب 20 30 يخلصوا، ومن بعد هما اللي يديروا له مارشي كما يحبوا هما، ويديروا عن طريق الهواتف. قال في السوق الفلاني وش حال حتى من البورتابل لعب انعكاسا على المواطن، يعني يحبوا يحطوا ان بري وما يهبطوش فيه، يحتموا الناس باش يتحتموا الناس يشريوا بهذا خصوص. يعني الاسعار خياليه. نعم انا تبعت مليح حتى ال 20 مليون 30 مليون، يعني اسعار فوق نعم فوق الخيال. نعم هو في الحقيقه حتى ولما حتى يعني كان في حل استيراد الكبش الروماني يقول لك لا ماشي مليح، ويعني كان فيه هجوم كبير عليه. هي دعايات برك. هو في الحقيقه حتى يكون الجمهور على درايه ان هذا الاستيراد ليس باستيراد عشوائي، فيه تنظيم محكم من طرف وزارة الفلاحة، فيه تنقل الأطباء إلى عين المكان، إلى المرعى في رومانيا، وفي خلال النقل فيه دفتر شروط محدد لذلك، فيه كل الإمكانات قامت بها وزارة الفلاحة لضمان أضحية الجمهورية. يخصصون أسواق خاصة بالمواشي. لماذا؟ لأن أسواق المواشي المخصصة من طرف الولاة فيها كلها الضروريات، يعني أنها كاين الأمن، كاين الماء، كاين البياطرة تاع مصالح الفلاحة، كاين النظام العام. يعني الإنسان يروح مرتاح، ما يروحش يشري من أسواق، ما يشريش من الكباش هذيك تاع الجراجات واللي في الطرقات، واللي أنه قادر يشري حاجة ويلقاها مريضة ولا دير له مشاكل. فيما يخص إنسان اللي يعود ما عندوش فكرة، نعطوه احنا نظرة حول كيفية اختيار كبش العين. الإنسان كي يدخل الكبش ماذا به؟ أول حاجة كي يدخل السوق لازم يروح للسوق منظم لتفادي السرقة، لتفادي المشاكل التي قد لا قدر الله يقع فيها. بالعينين لازم نأكدوا على العينين تاعو ما يكونوا صفر، لأن لو كان عينين صفر هذا مرض صفير وينتقل إلى الإنسان، وبالتالي الإنسان يتأكد على عينين الخروف. ثانيا الفم لازم ما يكونش مطيح باللغه العاميه، معناتها يكون سنه صغار، معناتها مازال صغير في العمر، لان كاين الشارف اللحم تاعو حتى ما يطيبش، وبالتالي يتفادى هذه الكباش اللي تكون كبيره في العمر، ويتفادى الخروف او الكبش اللي تكون فيه رائحه في فمه، ممكن عنده امراض داخليه. نروحوا للنيف، ماذا مش يعود عنده سخ في النيف تاعو، معناتها راه عنده مشاكل في صدره. هذه من ناحيه النيف والفم. الاذنين لازم الانسان يتوضا الاذن، ماذا به الانسان ما يشريش خروف اللي يعود صم، معناتها ما يسمعش. كيفاش نعرفوه؟ حاجه سهله، لازم نصفقوا امام الكبش كي يحرك راسه، معناتها راه كاين انيكو، معناتها راه لبس عليه، ما تعودش وذنه مقروطه، ما يعودش القرن تاعو مقروط. هذه حتى في السنه مذكوره مع الانسان يشري حاجه نظيفه. بعد ما شفنا الراس تاعو نزيدو ناكد على نقطه هامه ثاني، اللسان تاعو لازم يكون احمر، ما يكونش ازرق، لان اللسان الازرق مرض عند الكباش، وبالتالي كي نلقى اللسان تاعو غير احمر معناتها نتفاداه. طيب يعني هذه ربما هذا بالنسبه عامه هذا بالنسبه لراس الخروف. نروحوا للكرومه تاعو لازم نفيريفيوها، ممكن يكون فيها ديزابسي دماميل داخل، هذه تكون فيها وسخ، تكون فيها لبي كما يقولوا الامراض، ماذا به يتفاداها. نروحوا لظهر الكبش نمسوه من فوق نشوفوه يعود معمر، اللحم ما يعودش يابس، ونهزوا الخروف من اللور ونحاولوا نشوفوه اسك راه مليح ولا لا. هنا نزيدوا نشوفوا لو بافونتر تاعو، نشوفوا الكرشي تاعو من اللوطه تكون منفوخه، وتكون فيها ساعات يكونوا فيها والسيس داخل خارجي، هذا قادر يدير امراض. وبالتالي من هذا المنبر ناكد على الناس لانه فيه بعض السماسره ربي يهديهم يحموا الكبش يعطوا له الماء المالح، يشرب ويزيد يعاود يشرب ويزيد يعاود يشرب، واوتوماتيكمون يتقنفل، كي يتقنفل يولي ثقيل، والسيد باش يجي يشري يهزو هكا يبان له راه مليح. يعني هذه من طرق الاحتيال والغش. نعم هذه طرق التي يمارسها السماسرة. نعم يمارسوها بعض السماسرة. يشربوه الماء ياسر باش هو اصبح يصبح يدخلوا للسوق يدخلوا بان سمين، وهو راه مال داخل، كي يروح كرمكم الله يتبول يبقى يصبح حاجه اخرى. في حتى من ينفخوهم من رجليهم من اللوطه نفخه، يديروا لا بومب يقونفلي شويه، يعود ينهج الخروف، يعودوا عينيه حمر، وشوف الانسان كي يشوفهم قونفلي يقول لك راهم مليح، الغدوه يبات عنده في الدار يرجع ليطا انيسيال تاعو، يرجع حاجه اخرى. هذا المظهر الظاهري اللي نشوفوا له رجلين تاعو ما يكونوش مكسرين، كي يمشي عادي، ما يعودش بالوني. هذه بصفه عامه النظره الخارجيه لمعرفه صحه. ربما الاسعارها 5 ملايين سنتيم يعني نعم. لكن نشوفوا في الاسواق
يعني سماسرة الفوضى هي سيدة الموقف. نعم. تلقى مستحيل تلقى 5 ملايين، يعني فوق 10 ملايين ادنى حد ربما 10 ملايين 10 يعني، ملايين، نعم. وما تجيبلكش حاجه كما قبل كنت تقول لي المصطلح القط. قط، نعم نعم. قط يعني. واحنا نتسائلوا يعني هذاك الكبش الروماني اللي يجي من رومانيا كما نعم. من دوله اخرى مسافر وصارفين عليه ربما حتى سفر، وتلقى سعره 5 ملايين، وكبش لهنا يعني اضعاف مضاعفه. هو مشكل كبير استاذ، لانها درك احنا كي نشوفوا الكبش الروماني يجي في رحله ايام وايام باش يلحق عبر الموانئ والباطو ومصاريف النقل ومصاريف الشحن ومصاريف الطبيب ومصاريف كذا، ويسقف ب5 ملايين، وخروف محلي ب10 ملايين، وكي نشوفوا الوزن تاعهم الخروف المحلي تزيه تحت طابقك يقول لك ب10 ملايين، وهذاك خروف لبس عليه 5 ملايين. مش نورمال. احنا تمنينا ان يكون العدد اكثر، استيراد مليون مش عدد قليل، وفي نفس الوقت كي نقارنوه مع عدد الكثافه السكانيه ممكن يكون اكثر في العدد حتى نمس المناطق اكل. هل ربما الانسان اللي يكون مكفي وموفي يبرر انه في السوق نلقاو فئه من السماسره تحتال على المواطنين؟ نعم، هو سوق في الحقيقه نقول لك سوق هو سوق مكان، يعني واش راك تصرف عليه ربما لا هو على بالك السوق هو سوق مشاكل كبيره في سوق الموالة، خاصة كي قرب العيد، وعلى بالهم باللي الناس عندهم رغبة في الأضحية، وكأنها أضحية لازم يديرها، منها تقرب إلى الله، والأكثر يفكرون نفرح وليدتي. هذه تخلي الموال يشجعوه. هنا احنا نرفع نداء أنها يكون فيها دعم للموالين الحقيقيين في الأعلاف، في النخالة، في الحوايج، ويكون فيه دفتر شروط بين قطاع الفلاحة والموالين عبر غرف الفلاحة نتاعهم، لأنهم كل عندهم بطاقات وكل مسجلين. لما لا يكون عندهم هما مباشرة من المنتوج تاعهم كي يوجد، تكون السلطة تستقطبوا وتقدر تقتني عليهم بأسواق معقولة، بدل من الاستيراد نشتري من عندهم هما ونعاودوا ونبيعوهم بسعر مقابل حتى سعر المستورد، وهنا نتفاداو هذه. في نفس الوقت الناس اللي مش عندها وظروف ما تسمحلهاش لازم تقاطع، وحتى الناس اللي عندها، حتى في بعض المجتمعات الكبرى كي تعود في الدوله نتاعو كاين مقاطعه لمنتوج ما، حتى لو لبس عليه يقاطع. سدير يكون لا سوليداريتي، لازم تكون فيها تضامن بين الناس كي يعود واحد السلعه تاعو طالعه للدرجه غير عاديه ما يشريهاش، تفاداها. وهذه هي ثقافه الاستهلاك. الانسان يلحق القناعه باللي هذا ماهيش السومه تاعها ما يشريهاش، نشري حاجه اللي قادر عليها واللي بسومتها عاديه. اما غير ذلك فنترك لهم السوق، ونخلوا كما يقولوا الحمله، خلي له خروف يبعبع على روحه وما يشريش عليه، يتحتم باش يهبط